مفهوم التفاعل الاجتماعي عندنا في المدرسه. انت عارف ان قعدتك في الاوضه لوحدك وانعزالك مع افلامك وفيديوهاتك والجيمز بتاعتك ده مبوظ اهم نظريه عندنا في علم الاجتماع اللي لسه شايفها امبارح. وبعدين ده عبد الرحمن بن خلدون مأكد لي وقال الافراد لا يستطيعون العيش في المجتمع منعزلين متباعدين عن بعضهم البعض، وكان الجماعه واستمرارها بيعتمد بالدرجه الاولى على شكل التفاعلات التي تشكل في النهايه العلاقات التي تسهم في البناء الاجتماعي. طبيعي ان حياتنا كلها قايمه على فعل ورد فعل، والتأثير اللي بيحصل لك وبيحصل لي ده بقى بنسميه ايه؟ التفاعل الاجتماعي. فليه بقى يا معلم تخلي التأثير اللي تسيبه في الناس انك بتتنمر عليهم، وكمان بتقلل ثقتهم في نفسهم، وده يمكن اللي بيأثر عليهم، وبيبقوا وقتها عايزين يقضوا اغلب الوقت في اوضتهم وما يتعاملوش مع حد. وده بيقول لنا ان سلوكنا وطريقتنا في التعامل مع الناس مهمة جدا في بناء المجتمع، واننا معلش يعني لازم نبقى لطاف مع بعض. يعني ما تقعدش كده تضحك على الولد اللي جاوب غلط في الحصة وتقعد تتريق عليه وتخلي الفصل كله يضحك عليه، وفي الاخر تقول ايه يا جماعه ده انا بهزر. لا يا معلم، ده مش هزار، ده مفيش سلكان. كان معاكم من وداد حياتي.